عايشو سبيد في الجزائر. عشت وشفت سبيد داير كومبا مع فوندام، مي زعما علاه راه في الجزائر، والاهم على الشعب الجزائري تصرف معاه بهذه الطريقه. في الحقيقه سبيد ما جاش للجزائر برك، بل الجزائر كانت واحده من الدول اللي جالها سبيد في رحلته الى افريقيا. البلاد الاولى اللي راح لها سبيد هي انغولا. سبيد كي راح لانغولا صاب الشبيبه قالت الحشيش ايوا يتماهبلوا، سبيد منضى معاهم. مورا داو واحد التمثال مثقوب من سبيد قال لهم اسكو هذا الرئيس تاعكم. المهم زاد راح سبيد لجنوب افريقيا، صابهم يتمابل وزاد تموضى معاهم. لحد الان الدعوه ريبيان، حتى وين ولا سبيد يدخل الدول العربيه، واول دوله عربيه دخل لها سبيد كانت مصر. وبما انه سبيد راح لمصر باين بلي يروح يزور الاهرامات، سيد دار ستريم لايف داخل الاهرامات، وهذه نقطه احتفظوا بها راح نحتاجوها من القدام، ماشي نظريه المؤامره ولا الارض المسطحه. جات تفرج وسكت تفهم. هما يدوروا به في مصر، تلاقى بهذه الطفله اللي غنات له ديك الاغنيه تاع تضحكي ويدوري يا ضربه. المهم غناتها له باللغه العربيه وفي نفس الوقت بالونجلي. كيفاش الله اعلم. تضحكي وتدوري. سبيد المهم ما فهم والو، زاد ثاني لبسوا له هذيك اللبسه اللي يلبسوها المصريين ويقعدوا يدوروا بها. سيد يدور يدور يرجع يطيح، طاح ماشي جاي يطيح. ايا موراها السيد يتمشى حتى صاب فان دايك في مصر بتريكو تاع ليفربول. زاد فاني ما فهم والو، كلا فاني الكشري تاعهم. السيد قريب بهلل ودي مزيه وكلوا له غير الكشري برك، او لو كانوا كلوا له الفسيخ ما كانش كاع راح يجي للجزائر. المهم كملت الرحله تاعو في مصر وجا للجزائر، واول بلاصه راح لها هي الصحراء. في مسكون معلها رحله الصحراء هي الاولى. زيد دس عزيزي المشاهد هذه المعلومه ماشي هنقول لك وين دسها، بصح دسها باسكو راح نستحقوها. راح للصحراء، وكما هو معروف ناس الجنوب ناس مضيافين بزاف، ماشي بزاف اللي نعرف انا وياك بزاف. وراولو الثقافه تاع الجزائر، ميدان لقطه كان ما يديرهاش مي دارها. زاد تصور فاني مع خوت حبيبنا، زاد مام حبيبنا تصور معاه. سيد حسوا بلي جزائري خلاص خاصو يلبس الماني ويولي جزائري، عن بالك ما دارهاش. دارها، قالك ملي شراه هو يحك قبل ما يلبسوا اصلا. اي سبيد يدور يدور حتى دخل عنده واحد الحفاف صابون مفتوح، وفي هذه اللحظه الحفاف عنده ثلاث اختيارات: يسلم على سبيد، ولا يتصور مع سبيد، ولا يعطي الطونداز لسبيد يكمل الحفافه للسيد. نعطي لك 5 ثواني عزيزي المشاهد، خمم فيها في راحتك. نعم عزيزي المشاهد، الحفاف عطى الطونداز لسبيد باي يكمل الحفافه للسيد، وعيبو قالك سبيد خرج من الحفاف تاع تيك توك وحل لايف الحفاف اللي جا عنده سبيد. اي ميغا هكا ريسبكت ناس الصحراء والله. اي امور ما كمل الرحله تاعو في الصحراء نورمالمون يجي للعاصمه، وكما هو الحال سبيد غدوه من ذاك كان في العاصمه. سبيد كان داير في بالو هو البالول تاع الدنيا وما كاش يفوتو في الهبال. جا العاصمه السيد ما فهم والو، ناس تجري، ناس لابسه لي كوستيم لي كراك وقفاطم، جابوا له زوج كباش، واحد سماوه سبيد وواحد ميسي، داروا لهم كومبا. ما فهم فتدها والو السيد. سبيد اللي زغرت. زاد تاني تلاقى بواحد من جانجا كريزي نورمالمون يسموهم هكا، خربوها باش طيح. وبينما سبيد وهو يتمشى في العاصمه في مسكون بمن يتلاقى بفون دام بروسلي. بروبليم فيسوش تحبسو، بروسلي تخلى معاه في كومبا، في الاخر سبيد رفدو وفون دام ولا يحل في كرعيه. صح ما فهم والو سبيد. لحد الان كل شيء راه علامه، حتى وين سبيد راح يتفرج الديربي. هبطوا للستاد، هيا راه عند الالترات المولوديه، ولاو يديروا عليه بلا قلع، بلا ما نقولوا باللي لي زيلترا عندهم مونطاليتي وما يبغوش لي يصورهم. اخونا سبيد حنا حتى لي جوا اللي هو مولود ياو تيراو عليه بالبوق في راسو. راح سبيد الالترا تاع اليوسما قال لهم عجبوني هذوك عجبوني، زادو تيراو عليه بالقرع. ايا سبيد طلع الفوق بيه يتفرج، وتحته الالترا ولا لي سيبورتير تاع المولوديه، ايا زادو تيراو عليه بالقرع تاع الماء. هنا وين الناس قال لك ماشي مربيين ولا يتيروا عليه بالقرع. من اللقطه اللي ما انتبه لها حتى واحد انه سبيد دار يدو في، قلت لكم سبت المن هذاك اللي شراه. ايا فما وين تيراو عليه. والله الناس اللي ولاو يقولوا شوفوا الناس العاصمه كي ولاو يديروا كي شافوا سبيد، هما نفسهم اللي لو كانوا فما يديروا اكثر من هكا. نسيت حاجه اللي قتلتني بالضحك وليس استهزاء. هذا البوليسي كي جا فايت سبيد بالطوموبيل الكحله والناس تجري وراه، دار له تحيه ان بالو كاش وزير. والله من مشي حاجه ولا مي ريسبكت الجميع رجل الامن وريسبكت الناس العاصمه. ومورا سبيد كي كمل الرحله تاعو في الجزائر راح للمغرب. كي راح للمغرب باش يضيفوه، ناس المغرب ضيفوه بالطعام، قالوا واش هذا؟ قالوا له ديسيس كسكس. قال لهم كسكس ماشي جزائري. ايا مورا كان لحقت لهم هنا، قال لهم ديجا ورا اللحم، ورا ماشي الكسكس يجيب اللحم. ايا موراها عطاولو البوراك اللي ما قدرش يبلعو مامبا،
وبصقوا في وجههم مساكن المغاربه في التقليد وما يعرفوش يقلدوا. وصلنا للحظه الاهم واللي هي السر وراء زياره سبيد لافريقيا بالذات. شفتوا باللي سبيد تقريبا غطى كاع افريقيا من الشمال للشرق للجنوب، وهذه ماشي صدفه. راح لمصر ودير ستريم داخل الاهرامات ماشي صدفه. هي وجد اللايف في الصحراء تحديدا ثاني ماشي صدفه. نورمالمون كامل تعرفوا المشروع تاع ستارلينك الخاص بايلون ماسك. ايوا كلا سبيد لي لايف تاعو كاع في افريقيا كان خدام بيه. فنقدروا نقولوا انه رحله سبيد بالكامل كان اعلان غير مباشر لستارلينك. وهذا كان فيديونا لنهار اليوم، نتمنى ان كنت عند حسن ظنكم بيا، وهذا ما كان.